السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي، رجعنا لكم بحلقة تقييمات. معانا التقييم ال11. ما تنساش ان انت تشير لاصحابك وزمايلك، تكتب لنا كومنتات وتعمل شير ولايك عليه علشان ان شاء الله يضمن لنا ان احنا نستمر معاك ان شاء الله. تعالى كده لما نشوف اول سؤال في التقييم بيقول لنا ايه. فاصل ونواصل. تعالى كده لما نشوف اول سؤال في التقييم هنا بيقول لحضرتك ايه. اول حاجه الاداء الصفي او ورقه الحصه بيقول لحضرتك عمليه ديناميكيه. طيب يعني ايه عمليه ديناميكيه؟ يعني عمليه بتتحرك مستمره يسعى فيها الفرد الى تحقيق التوازن بين متطلبات البيئه وقدرته بحيث يعيش في حاله انسجام نفسي واجتماعي. انسان بينسجم امتى؟ بينسجم لما بيعمل توافق. يبقى الاجابه الصح التوافق. شخص يتعرض لاستفزاز في العمل لكنه يختار تأجيل الرد حتى يهدأ ثم يناقش الموقف بعقلانية. يعكس ما سبق إحدى سمات الشخص الناضج انفعاليا، وهو إيه؟ هو شخص عنده بيأجل، يعني هو كان ممكن إن هو يرد بس بيأجل. ليه؟ لأن هو عنده ضغط انفعالي. الطريقة التي يختارها المجتمع لتوظيف موارده وتوزيع دخله وإدارة نشاطه المالي. نستنتج مما سبق إحدى النظم الاجتماعية وهو النظام. ما دام بتكلم على فلوس وتوظيف موارد وتوزيع موارد يبقى أنا شغالة أكيد على النظام الاقتصادي. قدرة الفرد على إقامة علاقات ناجحة مع الآخرين والاندماج في الجماعات يجسد ما سبق أحد أنواع التوافق عنهم. اكشف عنه. ما دام بتكلم في التوافق مع الاخرين يبقى انا شغاله على التوافق الاجتماعي. هو عايز ايه؟ قال لك مثال من عندك. تعالى كده بمنتهى البساطه انا هكتب له التوافق الاجتماعي. مثال: قيام الطالب بتكوين صداقات مع زملائه بالمدرسه، ده توافق اجتماعي. والمشاركه في الانشطه المدرسيه ككره القدم او جماعه الصحافه. سؤال سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. طيب بيقول لحضرتك الغضب يجعل الشخص يضخم اخطاء الاخرين ويرى ابسط كلمه على ان هي اهانه. ممكن حد يكون بيقول كلمه عاديه جدا وانت تاخدها على ان هي كلمه يعني بص اهانك اهانه غير طبيعيه. طب ده ليه الاثار السلبيه اللي هي تشوه الادراك. ادراكك في الوقت ده في تشويه، مش قادر ان انت تشوف الامور بنظره صح. مجموعة من المؤسسات والعمليات والقوانين التي تنظم كيفية اتخاذ القرارات العامة وتوزيع القوة بين أقطاب المجتمع. قوانين. يبقى أنا شغالة على النظام مش الاقتصادي أكيد، أمال شغالة على النظام إيه؟ النظام السياسي. طيب تعالي كده لما نشوف اللي بعديها الواجب. بيقول لحضرتك يعرف العلماء بأنه القدرة على التعامل مع الضغوط والمواقف المختلفة بطريقة بتقلل من التوتر وتزيد شعور الفرد بالرضا. يبقى الفرد قادر إن هو يعمل توافق. طالب بيؤجل اللعب أو مشاهدة التلفاز إلى ما بعد الانتهاء من المذاكرة، وهذا السلوك يرتبط بعمليات الضبط التنفيذي في الدماغ. يجسد ما سبق إحدى سمات الشخص الناضج انفعاليا. هو عنده لعب وعنده حاجات حلوه بس هو بيأجلها علشان هو عنده مذاكره بيذاكر، فهو بيعمل ايه؟ تأجيل للذات. يصف علماء الاجتماع بأنه الهيكل التي تمارس من خلاله السلطة داخل المجتمع، يشمل المؤسسات اللي بتشرف على صنع وتنفيذ القرارات. يبقى أنا أكيد شغالة على النظام السياسي. يؤكد العلماء على أنها قدرة الفرد على تقبل ذاته، التعامل مع ضغوط الحياة دون اضطراب نفسي. ما دام انا هتعامل مع اللي حواليا يبقى ده توافق اجتماعي، هتعامل مع نفسي خدها كده يبقى ده توافق نفسي، او توافق انا بتعامل مع نفسي أو توافق نفسي. طيب هو عايز مثال. تعالى كده ما نكتب له السؤال هنا هيكون اجابته التوافق النفسي. مثال: شعور احد الاشخاص بالرضا عن ذاته بسبب الحصول على وظيفه مرموقه. يبقى ده مثال سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. طيب تعالى كده لما نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لحضرتك ايه. موظف يتلقى نقد حاد من المدير فيتوتر، بعد كده نسي التعليمات اصلا اللي هو قالها له بسبب انشغاله ومشاعر الانزعاج. هو كل اللي فارق معاه ازاي شتمني ازاي قال لي ونسي اصلا التعليمات. طب دي احد اثار السلبيه للانفعالات اللي هي ايه؟ عدم القدره على التذكر او اضعاف القدره على التذكر. تقوم الدولة بناء على التعداد السكاني وموارد الدولة بتحديد واختيار نوع المحاصيل الزراعية، تحديد الكميات المزروعة كإنتاج الرز والسكر، تبدأ إن هي توزع الإنتاج. يبقى ده شغال على النظام الإيه؟ بمنتهى البساطة النظام الاقتصادي. ما دام توزيع موارد يبقى ده نظام اقتصادي.
تعالى كده للتقييمات. التقييم الاول: يرى العلماء انها تفاعل مستمر بين الفرد وبيئته يهدف لتعديل السلوك او تعديل الموقف اللي موجود. ما دام شغاله على تعديل توافق يبقى ده الاجابه الصح. يستطيع الفرد الانتظار لتحقيق اهداف بعيده بدلا من الاستسلام لرغباته اللحظيه. يدلل ما سبق. بص بيقول لك ايه انتظار؟ يعني ايه ان انا بنتظر الشيء؟ يبقى انا باجل الشيء، تاجيل اللذات. تسعى الدول إلى تشجيع الاستثمارات المختلفة لتوفير احتياجات المجتمع من السلع الأساسية وكذلك استقطاب الصناعات التكنولوجية المتقدمة. الدول عايزة فلوس، يبقى هي بتعمل إيه؟ الاستثمار ده نظام اقتصادي. طالب يلتحق بجامعة جديدة يتعرف على زملائه بيندمج معهم بسرعة. ما دام أنا والناس، كنا دايما نقولها كده للطلبة في ثالثة ثانوي، ده منهج ثالثة ثانوي. أنا ونفسي توافق نفسي، أنا والناس توافق اجتماعي. يبقى انا هنا شغال على انا والناس، يبقى ده توافق اجتماعي. طب هو عايز مني يا كابتن؟ قال لي عايز ايه؟ قال لي عايز مثال. تعالى كده حبيبي ما نجيب المثال بمنتهى البساطه، كلام سهل وبسيط. توافق اجتماعي: مثال: قيام احد الجيران الجدد بالتعرف على جيرانه واقامه علاقات وديه ايجابيه معهم. كلام سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. طيب السؤال الثاني بيقول لحضرتك فيه: يقوم البرلمان بسن قوانين لدعم المشاريع الصغيرة والمساعدة في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل. عايز العلاقة ما بين النظام الاقتصادي ومين؟ طب هنا العلاقة ما بين النظام الاقتصادي والقوانين. طب القوانين دي يا دكتور نظام إيه؟ نظام سياسي. يبقى بمنتهى البساطة هكتب له العلاقة بين أهي النظام الاقتصادي والسياسي. ليه سياسي؟ عشان كلمة قوانين موجودة. تعالى كده لما نشوف حبايبنا المجموعة الثانية أو ب جاي لهم إيه؟ يعرف علماء النفس قدرة الفرد على التوفيق برغباته الداخلية معايير المجتمع يعيش دون صراع. يبقى التوافق احنا اتفقنا. شخص غاضب يتخذ قرار سريع يترك العمل دون التفكير في العواقب. هو غضبان فخد قرار سريع جدا. تشوه الإدراك: تعطيل التفكير السليم، إضعاف التذكر، القدرة على الوقوع فريسة للاستهواء. هو مش قادر يفكر فخد قرار سريع بسرعة. قال لك هو مش قادر دون التفكير، يعني تعطيل التفكير السليم. يصف العلماء بأنه الآلية التي يقوم المجتمع من خلالها بتحديد أهدافه العامة، إصدار القوانين. أول ما أشوف قوانين يبقى أنا على طول وأنا مغمضة ده نظام سياسي. أول ما أشوف إنتاج وموارد وتوزيع سلع يبقى ده على طول نظام اقتصادي. أشوف مدارس ومناهج وإعداد نشء يبقى ده نظام تربوي. قدرة الفرد على تحقيق التوازن الداخلي بين رغباته وإمكانياته مما يجعله يعيش في حالة من الاتزان الانفعالي. اتفقنا ما دام أنا ونفسي، أنا ورغباتي، يبقى دوت توافق على طول نفسي. عايز إيه؟ عايز مثال. تعالى نشوف الكلام سهل وبسيط ما فيهوش أي حاجة خالص. هنا أهو هكتب له توافق نفسي: شعور الفرد بالسعادة الداخلية عندما يحقق إنجاز في حياته ورضا عما يقوم به من أعماله. شعور الفرد بحياته بالرضا عندما يقوم بالنجاح في أعماله. بس مثال سهل وبسيط. طيب هو عايز بعد كده السؤال اللي بعديه: يساعد دعم الطبقة الوسطى في تغيير شكل العلاقات الاجتماعية ويزيد الاستقرار العائلي. استخلص مما سبق العلاقة ما بين النظام الاقتصادي وإيه؟ طبقة وسطى ونظام عائلي، يبقى الاقتصاد بيدعم الأسرة. يبقى هنا العلاقة ما بين النظام الاقتصادي والأسري. أهي لو أنت عايزها بشكل مكتوب أفضل: العلاقة بين النظام الاقتصادي والنظام الأسري. تعالى لما نشوف حبايبنا أصحاب المجموعة ج جاي لهم إيه؟ يعرف علماء النفس عملية تكيف سلوكي، معرفة تمكن الفرد من تعزيز استجاباته. إحنا اتفقنا إن ده الدافع، التوافق، سوري معلش دماغي في الدافع، إن ده التوافق. شخص يتعرض لضغط مالي لكنه يضع ميزانية وينظم أولوياته ويطلب المساعدة عند الحاجة بدلا من الانهيار. طب دوت إيه؟ تخيل كده معايا واحد بدل ما هو ينهار قعد ينظم أولوياته. برافو عليك، ده عنده ضبط نفس. بدل ما هو ينهار قعد يظبط أولوياته ويشوف إيه الحاجة الصح اللي هو المفروض يعملها والحاجة اللي ممكن إن هو يستغنى عنها. قال لحضرتك تتحد أو تحدد بعض الحكومات والشركات الكبرى الأسعار وفقا للمنافسة ومدى ابتكارها وتقدمها في سوق الإنتاج. ما دام بتكلم على شركات وإنتاج وأسعار يبقى وأنا مغمض يا دكتور نظام اقتصادي، أنا شاطر واتعلمت.
يصف العلماء بأنها قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع أفراد أسرته. برافو، أنا والآخرين، توافق اجتماعي. طب هو عايز مني إيه؟ عايز مثال. اكتب توافق اجتماعي واكتب بقى اي مثال من اللي احنا قلناه. قيام احد الاشخاص بتكوين علاقات ايجابيه مع المحيطين بيه، جيران، نادي، دور عباده، اي حاجه حضرتك عايزها اكتبها. ممكن تجيب امثله اسهل من دي واحلى من دي 100 مره. يعرف واحد اسمه ديفيد استون بانه التخصيص السلطوي للقيام الذي يقرر ما هي القيم المهمه زي الامن والحريه وازاي توزع باستخدام السلطه. ده بنتكلم على سلطه وامن وحريه، يبقى ده النظام السياسي. هو عايز ايه؟ عايز النظم، يبقى انا هكتب له بمنتهى البساطه النظام السياسي. وبكده يبقى احنا خلصنا التقييم ال11. هنزل لك على طول بالتقييم ال12 عشان عارفه ان احنا متاخرين. استنانا بس، اوعى ان انت تنسى تشير الفيديو وتعمل لايك. حبايبي سنه تانية ثانوي معاكم ان شاء الله باذن الله في كل وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.